السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة معانا لحمة باردة. لحمة باردة عاملينها من ايه؟ عاملينها بطريقة اقتصادية جدا جدا جدا. كل ده من نص كيلو بس لحمة. يلا بينا نشوف عملنا ايه. انا هنا عاملة الرز بالكاري وبالبسلة، والفيديو اللي بعد ده على طول عاملة فيه اللحمة الباردة علشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. انا هنا بشوح بصلايه وبحط فيها حوالي كوبايه من البسله دي انا ببقى مفرزاها وبنزلها على طول وهي مجمده. لو انتي عاملاها طازه مفيش اي مشكله خالص. طبعا انا بشوحها هنا، حطيت لها فلفل اسمر واحط لها كاري واحط لها كركم والملح بتاعها، وهشوحها كده واسيبها تستوي من غير ما احط لها ميه ولا اي حاجه خالص. على نار هاديه كده هي هتستوي. انا محتاجه البسله دي تكون معايا سوتيه. بعد ما استوت تماما بشيلها، بصفيها كده من الزيت وبشيلها في طبق على جنب. هي كده استوت وخلاص. انا محتاجه الحله هعمل فيها الرز بتاعي في نفس الحله وبنفس الزيت. طبعا كنت هنا غسلت الرز وصفيته وهنزله في نفس الزيت بتاع. انا كنت حاطه شويه زيت وحاطه معلقه سمنه بلدي اللي كنت مشوحة فيهم البسلة، وبعد كده نزلت الرز وهقلبه تاني في نفس الإدام الموجود ده، واحط له الملح بتاعه وشوية فلفل أسمر كده صغيرين، لأن الكركم لازم يتحط معاه فلفل أسمر يا جماعة علشان نفعل المادة اللي في الكركم. مادة صحية جدا جدا، وأنا بحب الكركم أدخله في أكلاتي علشان هو مفيد جدا لولادي. ورشة صغيرة جدا من القرفة، او ممكن لو عندك عود قرفة حطيه مفيش مشكلة، ومعلقة سكر. وما تستغربيش ان انا بحط السكر، انا بحط سكر دايما في الرز بصراحة بيبقى ممتاز. جربيه على ضمانتي ومش هتعملي بعد كده رز من الا لما تحطي فيه معلقة السكر دي معلقة السكر. بس هزوده مية سخنة وهحطه على نار هادية لحد ما يستوي عادي جدا خالص، وهقدمه مع اللحمة بتاعتي دي. استني شوفي الفيديو اللي بعد ده على طول هتلاقي اللحمة ده انا عملتها ازاي. لحمة جميلة جدا جدا. وادي الخضار السوتيه في منتهى الجمال. كل ده من نص كيلو لحمة بس والله. يلا بينا على الفيديو اللي بعد ده على طول. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي بعد ده على خير. باي باي.